شغال من اول اليوم كتير قوي. اوكي. وكنت يعني قبل ما اقفل الشغل جات لي كده فكره عن ناس كتير بتعملها، رجاله او ستات يعني. وان الفكره ان انا ممكن ما واجهش شخص اهرب بدون ما اقوله اللي عندي او اللي جوايا، اني بخاف اني اتألم، فبقيت بتشبع بالألم بتاعي انا علشان ما اوجهوش واسمع كلام انا اللي عامله سيناريو في دماغي ان هو ممكن يقولولي او ممكن يرفضني او ممكن يبستف بكرامتي الارض، فانا اتألم، فاعيش بقى في سيناريوهات كتيره قوي في دماغي وحوارات كتيره قوي في دماغي وما واجهش. ليه؟ لاني بخاف من ردة فعله فبهرب. بس بعد وقت باجي احس ان انا مش قادر، انا محتاجه اواجهه. طب انت بتمط في الوقت ليه؟ ما انت كده كده يوم من الايام هتنهار وهتبقى عايز تواجهه عشان تفهم. العقل بيشتغل الانسان بانه ايه؟ لو واجهته هيكربجك، فانا اتألم واحوش الطاقه او الكلام اللي انا محتاجه واقوله لنفسي، فلما اقوله لنفسي عقلي يشتغلني اكتر. بص، نصيحه ليك او نصيحه ليكي، واجه وتقبل حتى لو اترفضت، لان انت طول ما انت بتوسع في المود ده قوي، الشخص ده كان ممكن يقولك كلام يوجعك بس مش الوجع الفظيع، او ممكن كان يعبك مش عتاب فظيع، بس لما المدة طالت انت ممكن تسمع كلام وحش قوي وممكن ما تسمعوش خالص، لان الصمت لغة العظماء. وممكن الشخص اللي قدامك خلاص يبقى فقد الامل في ان انت ممكن تواجهه او ممكن تسمعه، او ممكن يكون عندك نبل في ان انت مثلا تقوله اللي جواك، وهو مش فاهم ان دماغك فيها براس فيها عرس. فنصيحتي ليك بجد، لو انت من الاشخاص اللي بتتفرج على الفيديو ده، واجه ما تهربش. انت بتقلب نفسك، لو انت فاكر انك بتحمي نفسك من الألم فانت بتتألم اضعاف الألم اللي انت هتشوفه من الطرف التاني. على الاقل هيبقى في صوت، في كلام رايح راجع، في عينين بتتكلم، في بودي لانجوج، في حركه، في زعل، في قهره، في عتاب، في حاجه رايحه راجعه. لكن عقلك بس لما بيشتغلك بيبقى 3 أضعاف الواقع، او 3 أضعاف اللي الشخص ده ممكن يعمله، حتى لو اف عملت 100,000 سيناريو. فبجد ما تهربش، واجه. ومش هقولك خليك راجل، لان دي ملهاش علاقه بالرجوله او الانوثه، دي ليها علاقه بالمخاوف الداخليه، بالهواجس اللي بتجيلي. فاكسر الهاجس ده وواجه، صدقني هترتاح كتير قوي قوي.